منذ أن بزغ فجر الإسلام، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان من أقرب الناس إليه نسباً ومكانة وعلماً. لا يختلف اثنان من المسلمين في فضل علي رضي الله عنه، فهو من العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل حقاً كان علي بن أبي طالب هو المؤسس الفعلي للدين الشيعي؟ أم أن معظم ما يروى عنه في هذا السياق لا يعدو أن يكون إسقاطات نسبت إليه زوراً لتثبت تصورات طائفية لم تكن موجودة في زمانه؟ سنبدأ رحلتنا بتفكيك هذه الروايات وتحليلها بمنهج علمي وقراءة محايدة، لنكشف لكم الحقيقة المغيبة. هل كان لعلي دور فعلي في ولادة العقيدة الشيعية، أم أنه منها براء؟ تعتبر العلاقة بين الإمام علي رضي الله عنه وبقية الخلفاء الراشدين من أكثر القضايا التي حرفها الخطاب الشيعي، إذ يصورون علياً على أنه المظلوم المغصب من حقه الذي سلبت منه الخلافة، وهو ساخط على أبي بكر وعمر وعثمان، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليصل بهم إلى ذم هذه الشخصيات العظيمة وتكفير بعضهم. لكن الواقع الذي تجمع عليه كتب التاريخ المعتمدة عند أهل السنة: الإمام علي رضي الله عنه بايع الخلفاء الثلاثة السابقين وشاركهم ونصرهم وأثنى عليهم وساهم في تثبيت دعائم دولتهم. هل بايع الإمام علي أبا بكر؟ يزعم الشيعة أن علياً رضي الله عنه امتنع عن بيعة أبي بكر ولم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، وبعضهم يدعي أنه لم يبايع أصلاً، لكن الروايات الصحيحة تروي العكس. فبعث أبو بكر إلى علي ليطلب منه البيعة، فقال له علي: ما منعني أن أبايعك إلا أني رأيت أني أحق بالأمر منك. ثم قال: إني ما كنت لأفارق جماعة المسلمين، فبايعه. وهنا لا بد من ملاحظة مهمة: إن كان علي بن أبي طالب يعتقد أنه صاحب الحق الإلهي بالخلافة، فهل كان ليرضى بالتنازل عنه؟ وهل يقبل بشرعية أبي بكر صراحة ويدعوه خليفة رسول الله؟ علي في خلافة عمر بلغ الأمر بعلي رضي الله عنه أن كان مستشاراً مفضلاً عند عمر بن الخطاب، وكان عمر يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وقد تزوج عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي طالب، وهذا زواج شهير ثابت في كتب أهل السنة والشيعة على حد سواء، وهو دليل قاطع على المحبة والمودة، لا على الصراع أو العداء كما يصور بعض غلاة الشيعة. أفهل يعقل أن يزوج الإمام علي ابنته لرجل اغتصب منه حقه؟ إن في هذا الزعم طعن في عدالة الإمام نفسه، بل وطعن في عقله وحكمته. موقفه من عثمان. كان علي من أبرز المدافعين عن عثمان رضي الله عنه حين أحيط بداره، وخرج إلى الناس يخطب فيهم ناصراً للحق مانعاً للفتنة، وهذا ثابت في كتب التاريخ. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: ولما اشتد الحصار على عثمان أرسل علي ابنيه الحسن والحسين لحراسته أمام باب الدار، وأقسم أن لا يقتل عثمان وهما حيان. بل إن علياً رضي الله عنه صرح بعد مقتل عثمان بقوله: اللهم إني لم أرضى ولم أعن ولم أشارك، وإني أستغفرك وأتبرأ مما صنعوا. من أين جاءت فكرة أن علياً كان مظلوماً؟ ظهرت هذه الفكرة في القرن الأول الهجري متأخرة، بعد أن بدأت الفتن السياسية وتحولت المواقف إلى منابر للبكاء والمظلومية، ثم تطورت لاحقاً مع عبد الله بن سبأ الذي سنأتي على ذكره في فصل خاص،
إلى عقيدة دينية تقول بأن علياً وصي إلهي وإمام معصوم لا يمكن أن يبايع من هم دونه. لكن نصوص التاريخ الإسلامي وبالأخص المصادر السنية المعتمدة تكذب هذه الروايات، وتظهر الإمام علياً في صورة الصحابي الجليل الوفي الطائع لله الذي كان مع الجماعة ولم يخرج عنها يوما. من أبرز الدعاوى التي يستند إليها الشيعة في بناء عقيدتهم هي أن النبي أوصى صراحة بالخلافة لعلي بن أبي طالب، بل زادوا على ذلك بأن جعلوا هذه الوصية أمراً ربانيا نزل بها جبريل من السماء إلى الأرض ونقلها للنبي ثم كتمها الصحابة. فهل يعقل ذلك؟ وهل لهذا أصل في كتب الإسلام الموثوقة؟ أولاً، لو كانت هناك وصية لكان الصحابة أولى الناس بنقلها. الصحابة الذين رووا كل ما قاله النبي في الصلاة والزكاة والبيوع والطلاق والجهاد أكانوا ليجمعوا على كتمان أهم قضية بعد موته، وهي من يحكم الأمة بعده؟ أليس هذا طعن مباشر في عدالة الصحابة؟ إن الإمام الذهبي رحمه الله قال: ولو كان النبي قد أوصى بالخلافة لعلي لما أعرض عنها المهاجرون والأنصار وهم أحرص الناس على الحق، ولم يبايعوا أبا بكر بالإجماع، بل إن أبا بكر رضي الله عنه لم يتفرد بالخلافة، بل اجتمع عليه سادة الصحابة في السقيفة، وبعد ذلك بايعه الناس بيعة عامة. فأين كانت الوصية المزعومة؟ لماذا لم يقل أحد من الحضور؟ توقفوا، إن علياً هو الخليفة بالنص. ثانياً، حديث الغدير. يستدل الشيعة كثيراً بما يعرف بحديث الغدير، حين قال النبي في رجوعه من حجة الوداع: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وهذا الحديث صحيح عند أهل السنة، لكن دلالته على الإمامة باطلة. لماذا؟ لأن كلمة مولى لا تعني خليفة ولا وصي، بل تعني في اللغة الناصر، المحب، التابع، الصاحب، وهذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنأ علياً بقوله: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ولو كان الحديث نصاً على الخلافة لما هنأه عمر، بل اعترض، ولما بايع أبا بكر ولا بايعه علي نفسه بعد ذلك. فأي منطق يقبل أن يعلن النبي وصياً في مكان عام ثم يتجاهله الصحابة ويجمعون على رجل آخر؟ إنها مجرد إسقاطات لاحقة تحمل على الحديث ما لا يحتمل. لو كان النبي أوصى له بالخلافة، لماذا لم يقلها علي صراحة؟ لماذا لم يحتج بها على أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ لماذا لم يذكرها في خطبه ولا في رسائله ولا في حروبه ولا في تحكيمه مع معاوية؟ بل إنه في نهج البلاغة، وهو من أعظم مصادر الشيعة. يقول علي بوضوح: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها. فهل من يوصى له بالخلافة من السماء يقول ما رغبت فيها؟ سلمنا جدلاً بوجود وصية إلهية، فأين هي عند وفاة كل إمام؟ ولماذا يوصي بعضهم ويغتال بعضهم ويسجن آخرون؟ وأين كان النص الإلهي حين ولد جعفر الصادق وكان له إخوة كثر؟ ولماذا انقسم الشيعة حينها إلى طوائف؟ لقد كشف هذا التناقض بوضوح أن دعوى الوصية ما هي إلا وهم سياسي تحول إلى عقيدة وتراكمت عليه الأساطير. إن المتتبع لروايات الشيعة حول الإمام علي رضي الله عنه يلاحظ أمراً خطيراً ومربكاً: الكم الهائل من الروايات المكذوبة والمنحولة والمحملة بالغلو والمبالغات العقدية والتاريخية،
والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. من علي الصحابي الجليل العابد المجاهد إلى علي الإلهي السر الكوني الأول والآخر المتكلم باسم الله، كيف حصل هذا التحول الجذري؟ ومن وراءه؟ وهل يصح هذا الكلام في ميزان العقل والنقل؟ يروي الكليني في الكافي، وهو أصح كتب الشيعة، عن الإمام علي قوله: أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله، وأنا وجه الله. هل يعقل أن يقول علي رضي الله عنه مثل هذا الكلام الشنيع؟ ثم إن وصف الإنسان بأنه وجه الله أو يد الله أو عين الله من صميم الغلو والوثنية التي جاء الإسلام ليزيلها. وهذا النص بالذات يتناقض مع مئات الأحاديث الصحيحة التي نقلت عن الإمام علي، والتي لم يخرج فيها عن طور العبودية لله أبداً، بل كان يؤكد على أنه عبد من عبيد الله عز وجل. ثانياً، هل هذه الروايات مسندة ومتصلة بالإمام علي فعلاً؟ كتب الشيعة تعج بالروايات المنسوبة لعلي دون إسناد صحيح، وغالباً ما تروى عن رجال مجهولين أو غلات كذابين. على سبيل المثال، سهل بن زياد وهو متهم بالكذب والغلو، محمد بن سنان من أوثق رواة الغلاة، هشام بن الحكم المنظر الأكبر لعقيدة الإمام الإلهي، المفضل بن عمر الجعفي الذي زعمت الروايات أنه سمع من الإمام جعفر أن الأئمة يعلمون الغيب ويحيون الموتى. هل هؤلاء حجة على الإسلام؟ وهل تبنى العقائد بغير أسانيد صحيحة؟ القرآن الكريم نفسه لم تجمع آياته إلا بروايات متواترة من الصحابة الثقات، فكيف يبنى مذهب كامل على روايات مجاهيل وغلاة؟ ثالثاً، أين الإمام علي في القرآن؟ هل ذكره الله صراحة؟ يدعي بعض غلاة الشيعة أن القرآن الكريم ناقص ولم يصرح باسم علي، وأن هناك آيات كانت فيه فحذفت، كما في قولهم عن سورة الولاية المزعومة. ومنهم من قال إن علياً مذكور في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لكن هذه الآية لا تنص على خلافة ولا تشير إلى اسم علي، بل تتحدث عن عموم المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأين في هذا نص صريح؟ والأدهى أن كثيراً من علماء الشيعة كالنعماني والطبرسي والمجلسي ألمحوا إلى وجود تحريف في القرآن، وأن الصحابة أسقطوا الآيات التي تذكر الولاية، وهذا وحده كاف في إسقاط مصداقية المذهب كله، لأنه يتهم كتاب الله بالنقص، والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رجعنا إلى كتب أهل السنة كالبخاري ومسلم وأحمد وابن سعد وابن كثير، سنجد علياً كما عرفه الصحابة حقاً كان يقول عن نفسه: أنا عبد من عبيد الله، إن أطعته دخلت الجنة، وإن عصيته خفت أن يعذبني. وكان يقول عن الخلفاء قبله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان يدعو لوحدة المسلمين ويكره الفتنة وينهى عنها، حتى قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. هل هذا هو نفسه علي الذي تصوره كتب الشيعة؟ هل يعقل أن يتحول الإمام علي من عبد زاهد عابد إلى كائن نوري وسر من أسرار اللاهوت كما تزعم كتبهم؟ خلاصة هذا الفصل: إن علياً رضي الله عنه في كتب الشيعة ليس هو علي الإسلام الحقيقي، بل هو شخصية منتحلة مصاغة عبر قرون من التأويلات والخرافات والأساطير، هدفها تمكين العقيدة الإمامية لا أكثر. فأين العقل؟ وأين النقل؟ وأين الشرع من كل هذا؟